يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. عيد اضحى مبارك علينا وعليكم كده يا رب العالمين، ويا رب تكونوا قضيتوا الى اجازه العيد في هنا وسعاده. داخله عليكم بصينيه الحلويات القمر دي. بصوا كفته كده بتتدحرج ولا بتفك ولا اي حاجه، ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا. حاجه واو، حاجه حلوه قوي ما شاء الله. عملتها بخطوات سهله وبسيطه جدا جدا، وان شاء الله انسي بقى اي كفته تفك منك بعد كده. حاجه وهم. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، اتمنى كمان اني اكون ضيفه خفيفه على قلوب حضراتكم. والله العظيم بحبكم جدا، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. دايما كل مره بقول لكم علشان خاطر ربنا يحسن ما بين ايدينا والحاجه تطلع قمر كده زي ما احنا شايفين مع بعض. بنصلي على النبي وبنسمي بالله علشان خاطر ربنا يسترها معانا كده ونخرج الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا تابعوني كده لاخر الفيديو، ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله كمان انا اكون عند حسن ظنكم. متشكره جدا لكل الناس الامارات اللي دخلت لي. صباح الخير وصباحكم كله خير، ويا رب تكونوا كلكم بخير. صباح المشويات القمر، صباح الكفته الحكايه اللي شويناها زي ما حضراتكم شايفين على الفحم وكمان على البوتاجاز. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا، اتمنى تعجبكم. تعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف تتبيله المشويات. اول حاجه هنتبل اللحم. هنتبلها ازاي؟ معلقه من العسل النحل تكون كبيره كده حلوه ومقلوظه. مش عارفه انا جايبه البصل دي ليه. المهم هنا صفيت البصل واخدت الميه بتاعته، وكمان ضربت حوالي قرن فلفل كده اصفر واخضر، ورحت مصفيه واخده الميه بتاعته، ونزلت بالبهارات بتاعتي. بهارات طبعا بهارات المشويات. اخدت معلقه فلفل اسود، وكمان نص معلقه من الكركم، نص معلقه من الكاري، معلقتين كبار من الصلصه. وقلبت الجمال ده كله على بعضه زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هنزل باللحمه بتاعتي، اتبلها كده واسيبها حوالي ساعتين. ويستحب كده ان احنا نشتغل فيها من بالليل ونسيبها بايته في قلب التلاجة. الموضوع ده ما اخدش مني حوالي نص ساعه تتبيل، لان كنت مستعجله اصلا وكنت هعمل اكل تاني غير الاكل ده. فسبحان الله بقى، سبحان مؤلف القلوب. يعني سبحان الله، بتبقي عايزه تعملي حاجه وفي دماغك حاجه ودماغك بتروح لحاجه تانية خالص. زي ما حضراتكم شايفين لفتها كده في بعضها ورحت حطها في التلاجة. هنا معانا بقى نعمل اخطر خلطة كفتة في الدنيا. مش عايزة احكي لكم عليها يا جماعة. الكفتة دي انا مش جايبة اللحمة مفرومة، انا فرماها على الكبة. ما شاء الله كده ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. المهم انا فرمت حوالي يجي كيلو. جهزت ليه بقى 3 بصلات مبشورين، وكمان ما شاء الله قرنين فلفل كده، او قرن فلفل كبير، نص اصفر ونص اخضر ونص احمر. طبعا انا مصفيه البصل من الميه. تمام. ف زي ما انتم شايفين، واخدت معايا حوالي نص حزمه من الكزبره، ونزلت بالبصل ونزلت بالفلفل اللي هم متصفيين، ومعايا كيس من خلطه الكفته. تمام. عليهم معلقتين من بهارات اللحمه، وكمان نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه سكر، وكمان معلقه ملح. تمام. ما نكترش الملح علشان خاطر طبعا الخلطه اللي هي الكيس اللي هو بتاع الخلطه بتاع الكفته طبعا بيه فيه نسبه ملح، فانا مش عايزه يعني الكفته تبقى حادقه، تبقى مملحه. المهم انا جيت اعجن بايدي، ببص لقيت الدنيا هتبقى بايظه خالص. رحت راجعه تاني على الكبه بتاعتي واديتها ضربتين مبرحين كده زي ما انتم شايفين، لحد ما اخد العرق بتاعها ده. شايفين الجمال وشايفين الحلويات. المهم نزلتها في البوله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا دهنت البوله بتاعتي كده بحوالي مسحه زيت صغنطوطه، وكمان ايدي مسحتها كده بمسحه زيت صغنطوطه. وزي ما انتم شايفين طريقه التشكيل بتاعتها، او هي ما شاء الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين حلوه قوي، والعرق بتاعها فظيع. اول مره بجد اعمل كفته حلوه كده. المهم ان انا هنا سبتها كده ترتاح في التلاجة حوالي نص ساعه. نص ساعه. تمام تمام. مكعب زبده بقى وحوالي معلقتين زيت، وهنروح على الجريل بتاعنا القمر ده، وهننزل باللحمه بتاعتنا. طبعا انا فكرت ان اللحمه دي صغيره، بس اللحمه كبيره، فهتاخد وقت معايا في التسويه. المهم ان انا بعد الجمال ده كله رحت مزوداها كوبايتين ميه، ورحت قلبها في صينيه تانية، وغطيتها بورق حرايق، ورحت مسوياها. تمام تمام. وسويتها برضو على البوتاجاز سوا كامل. وبعدين هديلها كده تاخد الروح بتاعت الفحم او الريحه بتاعت الفحم. بقلبها كده، انا عايزه اديلها وش زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين زي ما قلت لكم ان انا هنقلها في صينيه تانية، وهزودها كوبايتين من الميه. وهنا بقى ضفت عليها حوالي بصلتين كبار مبشورين، وعليهم نص قرن فلفل كده،
وهزودها كوبايه الميه وهسيبها بقى ايه تعيش وتتعايش. فحسيت ان الجريل النار هتبقى عليه عاليه، او ان هو يعني بصوا انا عايزه اغطيها بورق فويل، فروحت نقلها في صينيه تانية واسيبها بقى لحد ما تستوي تماما. تمام لحد هنا، تمام لحد هنا. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى كمان ان اكون ضيفه خفيفه على قلوب حضراتكم لو وصلت لحد هنا، علشان خاطري تضغطوا لي اللايك بتاعي اللي انتوا بتنسوه. صدقوني الفيديو ده انا تعبت فيه جدا، وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. مكعب زبده بقى على حوالي ربع كوبايه من الزيت، وفي الحله بتاعتي كده مولعه النار على بصلتين مبشورين كبار، وهنبتدي ان احنا نقلب كده. وانا عايزه البصل بتاعي يدبل بس، لا عايزاه ياخد لون ولا عايزاه يصفر معاه ولا عايزه اي حاجه. هنزل عليه بمكعبين من المرقه وحوالي 3 قرون من الشطه المجففه، وعليه كمان نص معلقه فلفل اسود، وكمان البهارات اللي هي بتاعت الرز البسمتي. هنعمل مع بعض شويه رز بسمتي حكايه. وهنا زي ما حضراتكم شايفين هنزل بقى ايه بمعلقه من العسل النحل. والله العظيم 3 هتكرملك البصل ده وهتوديلك الرز في حته تانية خالص، هتنقله معاكي في حته تانية خالص. يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده احنا عاوزين ندخل المطبخ نحب الناس اللي احنا بنعمل لهم الاكل، نفنن في الاكل. صدقيني هيخرج منك باحلى عظمه في الدنيا. زودته بقى ميه زي ما حضراتكم شايفين، اسيب الميه تغلي وبعدين اكون غسلت الرز بتاعي. هنا بوريكم ان اللحمه هتاخد وقت معايا، وهنقلها دلوقتي في صينيه تانية. الميه غليت، رحت نازله زي ما حضراتكم شايفين بالرز بتاعي. طبعا الرز انا نقعته اول ما دخلت المطبخ في ميه عاديه خالص من الحنفيه، غسلته غسلتين كده حلوين، وبعدين رحت ايه مظبطه الملح بتاعي ومظبطه الدنيا وخلاص. هنا بقى هنشوي البتنجانيه القمر دي زي ما حضراتكم شفتوا كده، بغزغزها كده من جميع الجهات وبهد عليها النار، وبولع على الفحم بتاعي علشان نستعد بقى للمباراه اللي هندخل فيها دلوقتي. طبعا الكفته ارتاحت معايا حوالي نص ساعه. جبت بقى ايه المعلقه بتاعتي، لا اقول لكم بقى هاتوا سيخ علشان نحط الكفته عليه ولا اي حاجه، على المعلقه بدينا دهنه زيت وبدهن ايدي دهنه زيت، وزي ما انتم شايفين الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. صدقوني الفيديو بيتكلم عن نفسه، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. بقول لكم ان انا اول مره بجد اعمل كفته وتخرج معايا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، ما شاء الله. يا رب كلكم تكونوا بخير. عيد اضحى مبارك علينا وعليكم كده يا رب العالمين، ويا رب تكونوا قضيتوا الى اجازه العيد في هنا وسعاده. داخله عليكم بصينيه الحلويات القمر دي. بصوا كفته كده بتتدحرج ولا بتفك ولا اي حاجه، ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا، حاجه واو، حاجه حلوه قوي ما شاء الله. عملتها بخطوات سهله وبسيطه جدا جدا، وان شاء الله انسي بقى اي كفته تفك منك بعد كده. حاجه وهم. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، اتمنى كمان اني اكون ضيفه خفيفه على قلوب حضراتكم. والله العظيم بحبكم جدا، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. دايما كل مره بقول لكم علشان خاطر ربنا يحسن ما بين ايدينا والحاجه تطلع قمر كده زي ما احنا شايفين مع بعض. بنصلي على النبي وبنسمي بالله علشان خاطر ربنا يسترها معانا كده ونخرج الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا تابعوني كده لاخر الفيديو، ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله كمان انا اكون عند حسن ظنكم. متشكره جدا لكل الناس الامارات اللي دخلت لي على قناتي، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بعد كده بقى زي ما انتوا شفتوا طلعت بقى فين في الصاله، اقعد بقى جنب التكييف شويه، والماما كانت البتنجانيه استوت وخلاص بقى اسيبها تبرد شويه وهنشوف هنعمل ايه. هنا بقى جت اللحظه الحاسمه للجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. كان الفحم استوى معايا، رحت جايبه الجريل بتاعي وحطيت فيه ورقه فويل زي ما حضراتكم شايفين، علشان بس خاطر ما ابوظش الارضيه بتاعه الفويل بتاعه الجريل بتاعي. ونزلت عليه بالفحم على شبكه بتاعه بقى ايه شبكه شوي عندك. انا خدت الشبكه بتاعه الايه الفرن الكهربائي بتاعي ونزلت بيها كده زي ما حضراتكم شايفين. الفحم اشتغل ونعنش الدنيا كده بصوا، والجيران كلها شمت ريحتنا بصراحه في اليوم ده. طبعا انا مشغله الشفاط ومقفله كل حاجه، والشفاط بيشفط معايا اي دخانه، ولا هتحس باي دخانه ولا اي حاجه هتبقى في الشقه والله العظيم. المهم هنا زي ما انتم شايفين نزلت بالكفته بتاعتي طبعا بعد ما الفحم ولع خالص وسبح كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايفين الجمال؟ بصوا بقى انا كنت عاوزه اسيب لكم الفيديو بصوته المفتوح علشان خاطر تسمعوا ملك وهي عماله تقول لي يا روعاتك يا ماما. بجد الكفته كان طعمها حلو، وكمان طريقه الشوي دي سهله وبسيطه جدا جدا. اتمنى تعجبكم والله العظيم، واتمنى تجربوها. انا كنت بشيل هم ان انا اروح اشوي كده في الجرن هناك، ومين هيولع لي الفحم ومين هيعمل لي. فبصوا
النهارده زي ما قلت لكم ان اليوم الحلو بيبان من اوله. ما شاء الله الكفته جوسي وجميله. بصوا خطيره جدا جدا. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه بتاعتي. اللحمه بقى كانت استوت سوا كامل. اديلها بس ريحه كده على الفحم زي ما حضراتكم شايفين. مش عايزه احكي لكم على جمالها. خلاص بقى كده الكفته ما بتاخدش معايا حوالي 10 دقايق على النار. زي ما انتوا شايفين طبعا انا مولعه البوتاجاز. فاهمين؟ يعني ما حدش يقول ان انا مشغله الفحم كده. الفحم اشتغل علشان هو ولع. لا، انا مولعه البوتاجاز تحت منه ومخليه النار بتاعتي وسط. وما شاء الله كده الاكل كان خلص معايا. وبصوا الكفته كانت حلوه قوي وكانت بسيطه وكانت سهله. واللحمه ما شاء الله والرز كان لونه تحفه. والطحينه كمان كانت جميله جدا. بصوا يعني انتوا مش عايزين انا مش عايزه اقول لكم ايه اللي بيحصل ورا الكاميرا. العيال واقفين ليا. فانا بصراحه مش عايزه مش عارفه اعمل لكم يعني خاتمه كده حلوه. فربنا يحسن ما بين ايدينا. اتمنى الفيديو يعجبكم ومتشكره جدا لكل الناس الجميله اللي دخلت لي.